أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصلت في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. مشروع عالم الروم التابع لشركة ديار القطرية في مصر متوقع حجم استثماراته يصل إلى 29 مليار دولار. المشروع هيكون ممتد على مساحة 4900 فدان بواجهة على الشاطئ 7 كيلو، وهيتواجد فيه 18 ملعب جولف بالإضافة إلى انترناشونال مارينا. طرح جديد في أبراج نورث إدج من شركة سيتي إدج في مدينة العالمين الجديدة، مساحات صغيرة بتبدأ من 89 متر والأسعار من 15 مليون و400 ألف. شركة الكنز الإماراتية بتستعد لبدء تسليم مشروعهم إيست شاير في التجمع الخامس خلال عام 2026، ومشروعهم سيزن في الساحل الشمالي خلال 2027. بنك سي اي بي وبنك قناة السويس بيرتبان تمويل مشترك بقيمة 4.4 مليار جنيه مع شركة الأهلي سبور لتطوير مشروعهم سامر في الساحل الشمالي، وبتستعد الشركة لطرح المرحلة الأخيرة من مشروعهم أمواج في سيدي عبد الرحمن، وهيكون متاح شاليهات 1 و 2 و 3 bedrooms متشطبة بالكامل. وأخيرا، رئيس الوزراء بيشهد توقيع اتفاقية بين مصر إيطاليا ومجموعة الفنادق العالمية ماريوت لتطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي، بالإضافة إلى طرح مرحلة جديدة في مشروعهم سولاري في راس الحكمة، فيلات بتطل على البحر مباشرة بأسعار تبدأ من 32 مليون جنيه. كده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، واستنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.